انتهت مباراة النادي الأهلي ومباراة نادي سيمبا التنزاني بفوز النادي الأهلي بهدف خارج أرضه في أول مباراة من الأدوار الإقصائية بهدف أحمد كوكا. في مباراة أنا بالنسبة لي كويسة جدا وراضي عنها كويس جدا وشايف إن إحنا عملنا مباراة محترمة جدا. بس أنا النهاردة طالع الهدف كله مش المباراة ولا أتكلم في أي حاجة، أنا بتكلم بس على فكرة أنت عايز إيه من المدرب عامة. يعني أنت بقى عامة بقى كده كبداية أنت بتبقى عايز إيه عامة من المدرب. والله مثلا أنا واحد من الناس أنا بتفرج على كورة، فأنا أهم حاجة عندي إن أصعد. تمام. كل مدرب انا بجيبه بيصعب بطريقته. يعني ايه كل مهاجم انا بجيب مدرب انا بجيبه بيصعب بطريقته؟ يعني مثلا رحت جبت موسيماني، والله موسيماني بيقفل وبيلعب على المرتدات وبيعرف يتقنها كويس جدا، وعمل كده مع الرجاء وعمل كده عمل كده في مباريات ياما قوي. جبت كولر، اول ما جبنا كولر في البدايه كانت يعني اول كان احتكاك بجد الكولر خارج ارضه مش من الاقصائيات، كان في سان داونز لما شلنا 5-2. الناس طلعت تقول لك انت ازاي تهاجم وازاي تفتح وازاي تعمل وازاي تلعب بالطريقه دي. تمام. وانت لازم ترجع تقفل في المباريات الكبيره وانت. تمام. وخدنا بطوله افريقيا في الاخر. جينا السنه دي في بدايه خالص قدام السوبر الافريقي في السوبر ليج، جاء حاجه حلوه قوي، قال لك ايه؟ قال لك هو انت ازاي تنزل تدافع قدام صن داونز في بريتوريا هناك، او مش في بريتوريا الماتش كان بيتلعب، ازاي تنزل تدافع وتلعب على المرتده، وازاي تنزل تلعب الفرقه كلها تحت الكوره، وخسرنا 1-0 بس. وجيت هنا خلقت فرص الشوط الاولاني ما خلقتهاش على صن داونز، ما تخلقهاش في 3 4 مباريات على صن داونز، وما عرفتش تترجم الفرص وكان في سوء توفيق. قال لك ما هو انت لو كنت طلعت هاجم، ما انت لو كنت هاجمتهم في البدايه، انت عايز ايه من المدرب عامه؟ والله انا بلعب النهارده محمد هاني، مروان عطيه، آه يا رامي ربيعه ومحمد عبد المنعم. بالمناسبه رامي ربيعه عامل مباراه كبيره جدا جدا جدا، بقاله فتره عامه كويس جدا واحسن من محمد عبد المنعم كتركيز. محمد عبد المنعم بقى تركيزه حاسه خارج الملعب مش جوه الملعب. نرجع للموضوع الاساسي، عندك 4 لعيبه كانوا بيلعبوا في المنتخب اساسيين. تمام. ولعبوا المباراتين، والمباراتين كانوا على مستوى تنافسي عالي. في المباراه كانت اسما وديه مش مباراه وديه. تمام. كوكا كان في المنتخب، وعندك شناوي مصاب، وعندك امام عاشور اتصاب. يعني انت تعتبر عندك 5 لعيبه، وعندك قفشه، وقفشه كمان لعب الماتشين. يعني انت بتتكلم عندك رامي ربيعه ومنعم وهاني ومروان عطيه وقفشه وامام عاشور مصابين. 6 لعيبه انت كنت هيلعبوا النهارده ما لعبوش. مش ما لعبوش، امام عاشور كان هيلعب وما لعبش. والخمسه التانيين يعتبروا ما لعبوش بالفورمه بتاعتهم جاهزه، وبتلعب في اجواء وبتلعب مع فريق محترم، وانت عارف ان هو فريق محترم وفريق كان مشارك في السوبر ليج، وفريق صاعد في مجموعه الوداد. فانت عايز ايه من المدرب؟ انت عايزه ينزل يفتح ويلعبك تيجي تاكا ومش عارف ايه؟ لا، انا النهارده انا بدنيا هبقى واقع، فنزلت لعبت جيم مش دفاعي، انا كنت بهاجم عادي جدا، بس لعبت تحت الكوره ولعبت على المرتده وقدرت اكسب. وافتكر كلمه اكسب، انت ما كنتش بتكسب بره ارضك اساسا. قول لي كده امتى كنت بتكسب بره ارضك؟ افتكر كده. لا مش هتفتكر، مش هتلاقي اساسا. قبل كولر ما كنتش بتكسب بره ارضك، حتى موسيماني كان بيطلع يعمل نتيجه ايجابيه ويجي يكسب هنا. فانت عايز ايه من المدرب عامه؟ انت ايه اللي مطلوب منه؟ انت مطلوب منه انك تصعد. تجيب مدرب بيلعب كوره هجوميه يقول لك لا اصل انا عايز مدرب بيلعب كوره دفاعيه، وانت ازاي تفتح بره زي ما عملت وشلت 5-2. فيا جماعه الناس عايزه ايه؟ الناس عايزه ايه يا جماعه؟ انت النهارده يا جماعه انت واصل 2 نهائي مع موسيماني، 3 نهائي مع موسيماني، والرابع مع كولر. 4 نهائيات بتلعبهم 20 21 و22 و23 والسنه دي 24. 4 نهائيات يا جماعه بتلعبهم ورا بعض. هات لي فرق اوروبا يا جماعه. ريال مدريد ما خد بطوله 2022 دوري الابطال، خسر من باريس بره وخسر من السيتي بره وجا كسب هنا. ماشي، وكسب تشيلسي. انت بتتكلم فريقين. انت يا جماعه اهم حاجه تصعد. احنا هنا انت عايز الكمال الكروي اللي هو مش موجود اساسا. مفيش حاجه، مفيش حد يا جماعه حقق الكمال الكروي. فلازم يا جماعه نهدى على المدرب، او مش نهدى، احنا نديه حقه فعلا. بس وشكرا جدا، وان شاء الله باذن الله ماتش العوده قدام سيمبا نقدر نكسب برضو كنوع من الثقه للعيبه، ونقدر يعني نهدى شويه، نهدى شويه بس اهم حاجه.